الباج ريبورتس الكويسه بتساعد الديفلوبرز يفهموا ويصلحوا المشاكل بسرعه. الباج ريبورت اللي معمول صح بيكون زي خريطه بتوضح للديفلوبر الطريق للمشكله، وبتساعده انه يحاكي المشكله دي ويحلها بكفاءه. في الفيديو ده هنتكلم عن شويه نصايح تخليك تعمل تقارير اخطاء او باج ريبورتس للديفلوبرز هيشكروك عليها. لما تيجي تبلغ عن مشكله ابدا دايما بعنوان بسيط وواضح، زي عنوان خبر في جورنال. لازم يدي لمحه سريعه عن الحوار او عن المشكله، بدل ما تكتب عناوين غامضه زي مشكله او خطا. خلي العنوان محدد اكتر، زي التطبيق بيقفل عند تسجيل الدخول بفيسبوك مثلا. ده هيسمح للديفلوبر ان هو يقدر ويفهم المشكله على طول من غير ما يضطر ان هو يفتح الريبورت ويقراه كله. لازم توفر معلومات دقيقة عن البيئة أو الإعدادات اللي حصلت فيها المشكلة. التفاصيل دي بتكون زي خريطة للديفلوبر عشان يقدر يحاكي المشكلة بشكل صح. ده اللي هو بنقول عليه إن إحنا بنحاول نريبليكيت المشكلة عندنا. من أمثلتها نوع الجهاز، نظام التشغيل، المتصفح، إصدار التطبيق، والشبكة اللي أنت شغال عليها سواء بيانات أو واي فاي. ولو بنتكلم في حاجة فيها كود فممكن كمان إصدار المكتبة أو اللايبرري اللي أنت بتتعامل بيها. المعلومات اللي تهم الديفلوبر بتختلف من سيناريو للتاني. يعني المعلومات اللي هو محتاجها في انيميشن بج مش شرط تكون هي نفس المعلومات اللي هو محتاجها في حاجة ليها علاقة بالفورم سبمشن مثلا. وبالتالي نحاول دايما نتواصل مع الديفلوبر عشان نحدد ايه المعلومات المهمة بالنسبة له في كل السيناريوز الممكنة. بعد كده خطوات المحاكاة او الاستنساخ. دي هي الخطوات اللي ادت للمشكله، حتى لو كانت مجرد التنقل بين الصفحات، يعني انت رحت مثلا من الهوم بيج لاي صفحه تانية. الموضوع ممكن يبان بسيط بس ممكن هو فعلا يكون السبب في الحاله زي دي. احنا احيانا كتيره مثلا في الفرونت اند بنحط حاجات زي داتا في اللوكال ستورج، بيبقى عندنا حاجات في اليو ار ال، معلومات عموما معانا زياده علشان تساعدنا ان احنا نأدي الوظيفه اللي احنا بنحاول نعملها بشكل كويس. بعد كده النتيجة المتوقعة والنتيجة الفعلية. الديفلوبر مش دايما عنده السياق الكامل للمشكلة اللي انت بتبلغ عنها، فخلي بالك ان انت تذكر النتيجة اللي انت كنت متوقعها اصلا والنتيجة اللي حصلت بالفعل. ده ليه؟ لان انا دلوقتي كديفلوبر قدامي مليون فيتشر وقدامي مليون باج بحلها وبعمل لها امبلمنتيشن في اليوم، فانا مش هبقى فاكر الباج اللي طالع دي، ممكن ما افتكرش الباج اللي طالعه دي المفروض يحصل فيها ايه. الوصف التفصيلي دي حاجة اختيارية، بيكون زي مقدمة كده في القصة. لازم يدي فكرة صغيرة وسريعة عن اللي بيحصل. ممكن مثلا تقول المشكلة دي بتحصل فين بالظبط، تحط فيها سكرين شوتس، تحط فيها فيديوز لو أمكن. بس عموما الوصف التفصيلي بيبقى مكانه أو بيشيل دوره بقية الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها وهنتكلم عنها. بعد كده تحديد الشدة. تحديد شدة المشكلة بيساعد في تحديد الأولويات من غير ما أصلا محتاج أقرأ المشكلة ولا أعرف أي حاجة عنها. أنا دلوقتي لو ورايا كديفلوبر 10 باجز مثلا كلهم من اعلى اولويه ممكنه في البروجكت، فانا وانت دخلت لي باج ريبورت جديد، لو مش حاطط اولويه عليه انا هضطر ان انا اقراه علشان احدد الاولويه بتاعته قبل ما اشوف انا هدخلها معايا في العشرة اللي موجودين دول ولا هدخلها قبلهم ولا ايا كان. فعموما في ناس كتير ما عندهمش المقياس للشده اصلا اللي هو السيفيريتي، وبالتالي يعني يا ريت تتواصل مع التيم اللي انت شغال معاه وتاسسوا مقياس ينفع ليكم. الامثله او اكتر عموما الامثله شيوعا في الشده او السيفيريتي للمشاكل هم 4 مستويات. اول مستوى هي الخفيفه او التجميليه، دي اللي هي الكوزماتيك او اللو اللي بنقول عليها. دي حاجات مش هتاثر بشكل كبير على النظام اصلا، زي مثلا ان زرار لونه متغير او بوردر لحاجه مش موجود. عموما حاجه غالبا بتبقى فيجوال، بتبقى في الستايلنج مثلا، ومش بتؤدي لاي مشكله عموما في الفانكشناليتي او الوظيفه نفسها. المستوى الثاني وهي الطفيفه اللي هي الماينر، دي حاجات بتعمل سلوك غير متوقع ولكن مش بتعطل النظام. زي ايه؟ زي ان انا قدامي فورم، الفورم ده مليت المعلومات بتاعته وجيت ادوس سبميت، لقيته قام مطلعني للصفحه من فوق ما عملش سبميت. لو سكروليت تاني لتحت ودوست سبميت تاني هيقوم باعت البيانات فعلا ويطلع لي ان هو تم تسليم الفورم ده. فدي ساعتها هي ما منعتنيش ان انا اسلم الفورم ابدا. لو انا عادي، انا مجرد سكروليت لتحت قدرت اصمت تاني، ولكن هي عملت حاجه غير مرغوب فيها ومش طبيعي تحصل. المستوى الثالث مشاكل الخطيره، دي اللي هي الميجر. دي مشاكل بتاثر على جزء كبير من النظام. على نفس مثال الفورم، لو احنا قدامنا الفورم وملينا التفاصيل بتاعته وجينا ندوس سبميت لقينا الفورم اتصفى خالص، الفاليوز اتشالت والسبميت ما حصلتش ومش بتحصل، مستحيل ان احنا نسبميت الفورم بسبب المشكله دي. دي ساعتها بتبقى مشكله ميجر، لان احنا
في جزء functionality أو وظيفة في البرنامج بتاعنا أو في الويب سايت بتاعنا مش شغالة. أعلى مستوى وهي الحرجة. الحرجة دي اللي هي الcritical، اللي هي ممكن تسبب إيقاف كامل للنظام، زي إن الويب سايت بتاعي هيفريز أو هيخلّي البراوزر يفريز، زي ما الapplication بتاعي هيcrash أو هيخلّي موبايلي restart تمامًا أصلًا. ممكن برضه لو desktop program ممكن يخلّي الجهاز يجيب BSOD أو يrestart هو كمان، وهكذا. دي مشاكل عمومًا بتسبب إيقاف تام للنظام، ودي بتبقى أعلى وأخطر المشاكل اللي موجودة معانا. بعد كده وآخر حاجة هي الملاحظات والمرفقات. لو عندك أي ملاحظات إضافية، أي معلومات زيادة أنت تعرفها عن الموضوع أو عن المشكلة، لو عندك اقتراح، لو عندك فكرة مش متأكد منها عن سبب حدوث المشكلة دي، اتأكد إن أنت تضيفها، لإن ممكن من غير ما تضيفها المعلومة دي ممكن تكون فعلًا مفيدة ليّا كdeveloper، وبالتالي هاضطر إن أنا بقى أروح أكلم حد في الteam علشان أعرف منه المعلومات دي، هاضطر أروح أكلمك أنت تاني وهكذا، وهاخد من وقتك وهاخد من وقتي أطول من لو أنت حطيت الحاجات دي كلها برضه مع الbug report. وبس كده، هي دي كانت النصايح اللي عندي كلها للbug reports. شكرًا ليكم وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.